السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. قصتنا اليوم عن عدل الصحابي الجليل عمر بن الخطاب في عهد خلافته. في ليلة من ليالي المدينة خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتفقد أحوال الناس، وبينما كان يمشي سمع بكاء أطفال من أحد البيوت. اقترب فوجد امرأة عند قدر على النار وأطفالها يبكون من شدة الجوع. سألها عمر بن الخطاب، قال لها: ما بال هذه الصبية؟ قالت: الجوع. نظر عمر إلى القدر فإذا بها تضع فيه ماء وحجارة فقط لتوهم الأطفال أن العشاء يجهز قريبا. عاد عمر مسرعا إلى بيت المال وحمل كيسا من الطعام على ظهره. قال أحد الصحابة: دعني أحمله عنك. فقال عمر: أتحمل عني وزري يوم القيامة؟